ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كالعادة معاكم حسام في مقارنة جديدة. في ناس طلبت مني مقارنة بين البوكو اكس 5 برو وبين الريدمي نوت 12 برو، خاصة ان الاتنين نفس الشكل تقريبا وقريبين جدا من المواصفات، والاتنين لسه نازلين جديد. يلا بينا نعمل مقارنة مفصلة بينهم ونشوف ايهما اقوى واحق بالشراء. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت في الكومنتات. طبعا اللي موجود معانا على اليسار ده هو البوكو اكس 5 برو، اما اللي ظهره زجاج ده هو الريدمي نوت 12 برو الجديد. اول حاجه هنبدا بيها وهي التصميم. البوكو اكس 5 برو الظهر بتاعه مصنوع من البلاستيك، كذلك الفريم او الاطار الجانبي بلاستيك فقط، الشاشه هي اللي زجاج. لكن لما تروح على الريدمي نوت 12 برو شاشه زجاجيه، ظهر كمان من الزجاج، ولكن للاسف الظهر بتاع الزجاج ده معلهوش اي طبقه حمايه ضد الكسر، والفريم الجانبي من البلاستيك. اما بالنسبه للوزن، البوكو اكس 5 برو وزنه 181 جرام مع سمك 7.9 ملم. ريدمي نوت 12 برو 187 جرام، اتقل شويه لكن السمك واحد برضه 7.9 ملم، يعني الاخف فيهم في الحجم هو البوكو اكس 5 برو. النقطة رقم 3 وهي شبكات الاتصال وسرعة الإنترنت. الاتنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس. هنا 5G في البوكو والريدمي برضه 5G، ولكن سرعة الإنترنت تختلف. يعني مثلا بوكو اكس 5 برو سرعة الإنترنت فيه أعلى لأنها 3.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة. أما الريدمي نوت 12 برو سرعة الإنترنت برضه 5G ولكنها 2.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة. يعني البوكو أسرع بجيجا كاملة كسرعه انترنت لو انت مشغلهم الاثنين على الشبكه ال 5G. بالنسبه لعدد الشرائح عادي، هنا شريحتين وهنا شريحتين، سواء الريدمي نوت 12 برو او البوكو اكس 5 برو. طيب خلينا بقى نروح لنقطة مهمة جدا، النقطة رقم 5 وهي الشاشة. هنبتدي مواصفات وبعدين هنشغل فيديو أو نفس الفيديو على الشاشتين علشان نشوف السطوع والحاجات دي كلها. نبتدي بالبوكو اكس 5 برو. حجم الشاشة هنا 6.6 انش، نوعها اموليد، جودتها فول اتش دي بلس، ودقتها 1080 في 2400 بكسل، معدل تحديثها 120 هرتز، وأقصى سطوع للشاشة هو 900 شمعة. عليها طبقة حماية من الجوريلا جلاس 5 علشان تحميها من الصدمات، وفيها خاصية الدولبي فيجن والاولوز اون ديسبلاي والاتش دي ار 10 بلس. بالنسبة بقى للريدمي نوت 12 برو نفس الكلام اللي قلناه، بس خلينا اقوله مرة تانية. برضو حجم الشاشة 6.6 انش، نوعها برضو اموليد، جودتها فول اتش دي بلس، ودقتها 1080 في 2400 بكسل، ومعدل تحديثها 120 هرتز، واقصى سطوع للشاشة نفس الشيء برضو 900 شمعة. وعليها نفس طبقة الحماية الموجودة في البوكو اكس 5 برو هنا في الريدمي نوت 12 برو، هي الجوريلا جلاس 5، وبرضه فيها خاصية الدولبي فيجن واولويز اون ديسبلاي واتش دي ار 10 بلس. الشاشتين نسخة تيبيكال اصل من بعض واحد. هي دي الشاشة زي ما انتم شايفين في الاتنين، الشاشة واحد، نفس المواصفات، نفس الفيديو، نفس كل حاجة، سواء في البوكو اكس 5 برو او الريدمي نوت 12 برو. جميع الخصائص جميع المميزات واحدة، نفس جودة الفيديو هنا هي كمان جودة الفيديو هنا. حتى عدد الشمعات لما تيجي تعلي الإضاءة أو توطيها برضو 900 شمعة هنا وبرضو 900 شمعة هنا، مفيش أي اختلاف. دلوقتي خلينا نروح لحاجة مهمة جدا وهي المعالج اللي موجود في البوكو اكس 5 برو أو الريدمي نوت 12 برو. اللي موجود في البوكو اكس 5 برو هو كوالكوم سناب دراجون 778 جي، معمارية 6 نانو اوكتا كور. طبعا ده معالج الفئة المتوسطة، معالج ممتاز جدا، عشان كده أغلب الشركات بقت بتستخدمه في الفترة الأخيرة. كمان معالج الرسوميات المسؤول عن جرافيكس والألعاب هو أدرينو 642 ال. اما النوت 12 برو المعالج اللي هنا ميديا تك دايمن سيتي 1080، برضه بمعماريه 6 نانو وبرضه ثماني النوايا، ولكن معالج الجرافيكس والالعاب الجي بي يو مالي جي 68 ام سي 4. بص، المعالجين اللي موجودين سواء في النوت 12 برو او البوكو اكس 5 برو الاثنين اقوياء جدا، ولكن الافضل فيهم هو السناب دراجون 778، لانه بيوفر لك اكتر في البطاريه. مش معنى كده ان الدايموند سيتي 1080 سيء، لا هو حلو، بس الاتنين في مقارنه سناب دراجون هو اللي يفوز. يعني مثلا لو جربنا البابجي على البوكو اكس 5 برو، هتروح هنا عند الاعدادات، بعدين الجرافيكس، في عندك سموث واكستريم، ممكن تلعبها كده وكده، ولكن اللي عايزك تعرفه تتاكد منه ان اقصى حاجه معاك هتكون 60 فريم في بابجي، مش هتعطيك اكتر من كده. حتى لو نزلت برامج وابلكيشنز وملفات عشان تزود عدد الفريمات، للاسف التليفون مع مرور الوقت هيهنج منك وهيعمل لك، فانت خليك على 60 فريم، هي اللعبه هتديك 60 فريم. دلوقتي خلينا نجرب بابجي في البوكو اكس 5 برو. المعالج الكوالكوم سناب دراجون 778 جي 5 جي، هي دي تجربة بابجي، هتديك 60 فريم. اللعبة سلسة جدا، ألوانها جميلة، كل شيء فيها رائع في البوكو اكس 5 برو.
كذلك برضو المعالج اللي موجود في ريدمي نوت 12 برو برضو بابجي هيديك 60 فريم مستريح. هما الاثنين نفس الشيء، مع ان المعالج هنا ميديا تك دايمن سيتي 1080 ولكنه برضو هيعطيك 60 فريم في بابجي، وما انصحكش انك تنزل اي ملفات وتزيد الفريمات. بصوا المعالجين كويسين جدا في الفئه المتوسطه، يعني بتاع البوكو السناب دراجون يعتبر اقوى حاجه في الفئه المتوسطه، كذلك برضو ميديا تك دايمن سيتي 1080 يعتبر افضل شيء في الفئه المتوسطه. بس زي ما قلت لك السناب دراجون هو الاعلى. بالنسبه لمساحه التخزين في الاثنين هتلاقي 256 مع 8 رام او 128 مع 6 رام، كذلك هنا نفس الشيء 256 مع 8 رام او 128 مع 6 رام. ولكن النقطه اللي عايزك تعرفها انك ما تقدرش تزيد الميموري كارد لا في الريدمي نوت 12 برو ولا في البوكو اكس 5 برو. الهاتفين النوع الذاكره فيهم نفس الشيء UFS 2.2، ونوع الرام برضو واحد LPDDR4X واحد في الاثنين، مفيش اي اختلاف. نظام التشغيل اندرويد 12 هنا واندرويد 12 هنا. خلينا بقى نروح عند حاجه مهمه، النقطه رقم 9، وهي الصوتيات او الصوت بتاع الاثنين. البوكو اكس 5 برو فيه سماعتين استيريو، كذلك ريدمي نوت 12 برو برضو فيه سماعتين استيريو نفس الشيء. خلينا نجرب الصوت. ده صوت البوكو اكس 5 برو. دي كل محتويات العلبه. بالنسبه لدي بيكون موجود فيها الدبوس المعدني اللي بفتح بيه الشرائح، وموجود فيها الكفاله. كذلك برضو لو جربنا الصوت في الريدمي نوت 12 برو برضو 2 سماعه ستيريو، الهاتف صوته عالي جدا. الشرائح وموجود فيها الكفاله وسايب التعليمات، بالاضافه الى كفر شفاف. اللي عايز اقوله ان تجربه الصوت في الاثنين نفس الشيء، 2 سماعه ستيريو 2 سماعه ستيريو. وعلى فكره الاثنين فيهم منفذ للسماعه السلك AUX هنا كده، سواء في البوكو او في النوت 12 برو، والاثنين مفيش فيهم راديو FM للاسف. الهاتفين بيدعموا خاصيه NFC اللي زاد الاعتماد عليها جدا، واصدار بلوتوث 5.2 في الاثنين، والاثنين بيدعموا خاصيه IR بلاستر. حتى لو رحنا عند البطاريه النقطه رقم 11 برضه هنلاقيها واحد. في البوكو اكس 5 برو هنا 5000 ملي امبير، تدعم الشحن السريع بقوه 67 واط، يعني تفول التليفون في 46 دقيقه. كذلك برضه الريدمي نوت 12 برو اللي هو ده نفس الشيء 5000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع برضه بقوه 67 واط، يعني برضه تفول التليفون في 46 دقيقه واحد. خلينا نروح عند الكاميرا الاماميه، 16 ميجا بكسل 16 ميجا بكسل، فتحه العدسه 2.4 في البوكو، هنا 2.5، والاثنين فيهم HDR، ولكن العدسه الاماميه بتاعه البوكو فيها بانوراما، ريدمي نوت 12 برو ما فيهاش. بس تصوير الفيديو في الاثنين فول HD 1080 بكسل. فالكاميرا الاماميه واحد نفس الصوره. الاثنين مقاومين للماء والغبار بنفس المعيار IP53، يعني مقاوم لرذاذ الميه بس مش ضد الميه او الغمر في الميه، فقط رذاذ الميه. بالنسبه بقى للكاميرا الخلفيه، البوكو اكس 5 برو العدسه الرئيسيه دقتها 108 ميجا بكسل، بتيجي في فتحه عدسه 1.9 و8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 بتاعت الزاويه الواسعه، و2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 بتاعت الماكرو. فيها تقنيه التثبيت الرقمي EIS، وبتصور فيديو 4K وفيديو فول HD وفيديو سلو موشن. اما الكاميرا بتاعت الريدمي نوت 12 برو 50 ميجا بكسل، فيها OIS الرئيسيه بفتحه عدسه 1.9 وبرده 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 بتاعه الزاويه الواسعه نفس اللي هنا، و2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 برده نفس اللي هنا بتاعه الماكرو. برده هتصور بها فيديو 4K وفول HD وسلو موشن، وفيها تقنيه تثبيت رقمي EIS. يعني انا حطيت لكم صوره من الهاتف ده ومن الهاتف ده هتلاقي نفس الصوره طالعه هنا هي هنا. جهازين برضو فيهم نفس المستشعرات، وزر الباور هو نفس بصمه الاصبع برضو في الاثنين. دي كانت مقارنه سريعه ما بين الريدمي نوت 12 برو الجديد والبوكو اكس 5 برو. انا نصيحتي اللي طلب المقارنه دي اشتري الارخص فيهم، الاثنين واحد في كل حاجه زي ما شفت في المقارنه، واحد شاشه صوت كاميرا بطاريه سرعه شحن كل حاجه واحد، ما عدا ان هنا المعالج في البوكو اكس 5 برو كوالكوم سناب دراجون 778، هنا ميديا تك دايمن سيتي 1080. المعالج بتاع السناب دراجون يتفوق شويه بسيط عن الميديا تك اللي موجود في ريدمي نوت 12 برو، ولكن مش الفرق الرهيب، لان الاثنين اصلا هتلعب بيهم نفس الفريم 60 فريم، نفس الاداء نفس كل حاجه في الالعاب. فانت نصيحتي اللي تلاقيه فيهم ارخص اشتريه. انا مش عارف ليه شركه شاومي يعني نزلت الريدمي نوت 12 برو مع ان في بوكو اكس 5 برو، يعني مش شايف اي اختلاف الا المعالج. فزي ما قلت لك الارخص فيهم اشتريه وتوكل على الله. اللي عايز اي مقارنه تانية اكتبها في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد قريب. مع السلامه.